النهارده الفيديو الرابع من كورس النيورو سيرجري لفئة 5 علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ. أخدنا أول فيديو الفانكشنال ارياز اوف ذا برين، أخدنا الفيديو التاني الموتور سيستم وشوية حاجات، أخدنا الفيديو التالت السنسور سيستم، والفيديو الرابع بتاع النهارده هناخد حاجات الدكتور قالها في المحاضرة. تمام، احنا أخدنا يعني هو ده كل ده يعتبر انترودكشن، ولكن كل الكلام ده هيتعاد فيما بعد. تمام، المفروض كنت نزلت فيديو من حوالي 5 أيام ولا حاجة، ولكن أنا كنت عارف إن عندكم امتحان علاج طبيعي أعصاب تقريبا شفوي وعملي، فقلت أجل شوية، ولكن سمعت برضه اللي هو اتأجل اللي بعد كده يعني، فقلنا ننزل بقى في الفترة دي. يعني ممكن النهاردة خميس هننزل فيديو اللي هو الفيديو ده، والجمعة هننزل فيديو كمان يعني وعشان ننجز إن شاء الله يعني. نبدأ بقى نشوف مع بعض. احنا المرات اللي فاتت اخدنا تعتبر فرش. احنا بنعرف او عايزين ناخد بيزك قوية علشان لما ندخل في المنهج نعرف ايه الدنيا والدنيا ماشية ازاي، ولو حصل ليجن في انهي منطقة إيه اللي بيحصل. تمام، محاضرة النهاردة هي من محاضرة الدكتور، ولكن زي ما انتوا عارفين الدكتور بيشرح يعني مثلا موضوع زي الميوباثي مثلا، حتتين كده كلمتين بسيطة شرحوا كده، فانت ما تعرفش اي حاجة فيه. تمام، فهو الكلام متاخد زي ما هو قاله بالظبط. تمام، فهو ممكن حاجة تتشرح وما تفهمهاش، فده الطبيعي يعني عادي. تمام، ولكن انا في المحاضرة دي هحاول اربط لك بعض النقط مع المحاضرات اللي انا شرحتها المره اللي فاتت، ولكن حاجه مثلا زي الميوباثي، الموتور نيرون ديزيز، الهيدك، كل الكلام ده هيبقى كل يعني ايه، هيبقى كل موضوع ليه درس لوحده. تمام، نبدا بقى في المحاضره. اهم حاجه او اهم سؤال تساله لنفسك لما تتعامل مع مريض نيورو، اهم حاجه اللوكاليزيشن اوف نيورولوجيكال ديزيز. تمام، تعرف مكان الديزيز بالظبط. ده بيجي من اكتر من طريقه. اول حاجه انك تاخد منه السن، سبيشال هابتس، السكس، والريزيدنس، الاوكيبيشن، الحاجات بتاعه الشيت دي. الحاجات دي مهمه في شويه يعني هو ممكن تديك انديكيشن لشويه حاجات. تمام، الايدج حاجات ممكن تيجي في الناس الصغيرين، وحاجات ممكن تيجي في الناس الكبار. الناس الكبار عموما ستروك، هم كلهم اغلبيتهم بضغط عالي ومش عارف ايه وبتاع وسكر وكلام من ده بيجي لهم ستروك. الناس الصغيرين دوشان ماسكولار ديستروفي، بروجريسيف ماسكولار ديستروفي، الحاجات اللي بتيجي في العيال الصغيره. تمام، ممكن سي بي مثلا، انت فاهم. ده بالنسبه للسن. السكس ممكن ميل او فيميل. الميل بيجي فيهم اكتر الموتور نيرون ديزيز. تمام، دي الحته دي مهمه. تمام، يعني هو ممكن يجي يقول لك سؤال اختياري في الحته دي، مين اكتر. الفيميل بيجي فيهم اكتر الميجرين، الصداع النصفي. تمام، عشان بيبقى فيه خلل في هرمونات الاستروجين وكده، فهو الصداع النصفي بيصيب الفيميلز اكتر. الموتور نيرون ديزيز بيكون موجود ميلز اكتر. تمام، الاوكيوبيشن مثلا، الاوكيوبيشن ده واحد سواق فممكن يجيله ديسك بولج. تمام كده. الريزيدنس حاجات زي النيوتريشنال، الامراض المسؤوله او الامراض الناتجه عن سوء التغذيه ممكن تلاقيها اكتر في الناس جنوب افريقيا وكده، عشان سوء التغذيه او التغذيه عندهم تعبانه. تمام، سبيشال هابتس، سبيشال هابتس واحد بيشرب كحول كتيره فممكن يجيله بريفرال نيوروباثي، واحد بيشرب سجاير كتيره ممكن يجيله ستروك. تمام، الانسايدز بتاعه الستروك بتتضاعف مع الناس اللي بيشربوا سجاير. تمام كده، فهو كل دي حاجات من الهيستوري ممكن تعرفها او تدي انديكيشن عنها. يعني اول سؤال تساله برضو حاجه اسمها what is the lesion و where is the lesion. ايه هو الليجن ومكانه فين؟ وات از ليجن ده بيتجاوب من شويه الحاجات دول، بيتجاوب من الانست والكورس. يعني الانست هو المرض ابتدى امتى. تمام، الكورس بتاعه يعني هيقل ولا هيزيد، بروجريسيف ولا ريجريسيف. تمام، في عندنا شويه حاجات، في اكيوت ريجريسيف، يعني هو بدأ اكيوت وبعدين بيقل. وفي جراديوال بروجريسيف، يعني هو بدأ بالراحة وبيزيد بروجريسيف.
يعني كده مفيش حاجة اسمها acute progressive. تمام، هو acute regressive و gradual progressive وفي remission و relapse وفي ثابت stationary. acute و regressive واحد عمل حادثة مثلا وكده، تمام، فهو بدأ acute وشوية مع الوقت هيبدأ الأعراض تقل شوية. تمام، الحاجات دي تتفهم أو تعرفها يعني، يا تروما يا فاسكولار يا acute infection، كل الجزء ده كله هيتعاد في الهيموبليجيا تاني. تمام، عشان ممكن يجي لك واحد مثلا يقول لك ايه في كيس ستادي غالبا هيقول لك كده واخد تروما حاجه فاسكولار. تمام، يبقى تعرف اللي هي اكيوت. فلما انت تعرف اللي هي حاله اكيوت يبقى هتدخل شوك ستيج، يبقى فلاسيد براليسيس. تمام كده، الجزء ده مهم جدا. يعني انت من خلال انك عرفت ان هو واخد تروما، فالتروما يبقى اكيوت يبقى شوك ستيج يعني فلاسيد براليسيس. تمام، دي ممكن تيجي في كيس ستادي. جراديوال وبروجريسيف يعني هو بادئ بالراحه وبيزيد مع الوقت. حاجات لو في كانسر مثلا نيوبلازم، تمام، ديجنراتيف ديزيز، كل الحاجات دي جراديوال وبروجريسيف المفروض تعرفه. الميشن ريلابس يعني اون واوف. مالتيبل سكلروسيس مثلا. الستيشنري حاجه ثابته زي السي بي، هو بيبقى ما بيتغيرش زي ما هو. تمام، يبقى اهم حتتين او اهم نقطه في الليله دي كلها انك تعرف لو هو اكيوت هيدخل بقى ايه في شوك ستيج وفلاسيد باراليسيس والكلام ده. ده بالنسبه لي وات اوف ذا ليجن او وات ذا ليجن. تاني سؤال، وير از ذا ليجن؟ الليجن ده فين؟ احنا قلنا في اول فيديو عندنا البرين، عندنا سباينال كورد، تمام، عندنا اكسترا بيراميدال سيستم، وعندنا سيريبيلم، وعندنا لور موتور نيرون. تمام، تاني عندنا 4 مكونات: ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون، اكسترا بيراميدال سيستم والسيريبيلم. نفس الكلام ده، الابر موتور نيرون اللي هو البرين سباينال كورد، تمام، مع اللور موتور نيرون بريفرال نيرفس سيستم، اكسترا بيراميدال والسيريبيلم. ممكن اي ليجن يخبط اي واحده فيهم عادي، وكل واحد بيبقى لهم حاجات مختلفه يعني. هو الدكتور هنا في المحاضره دي شرح لك البيراميدال تراكت، تمام، وقلنا مسار البيراميدال تراكت هي بتطلع من بيد سيل في اريا 4 و6، وبعدين بتنزل لحد ما توصل لانتيريور هورن سيل، وبتيجي عند اللور بارت في المظله بيحصل لها ديكاسيشن. حوالي 80-85% بيعدوا والباقي ما بيعديش. تمام، واتكلمنا في حته الابسيلاترال والكلام ده كله، اتكلمنا فيه لما فتحنا الالستريتور. تمام، لو انت مش فاكر ارجع للفيديو تاني. السيربيلم ده طبعا برضه ايه يعني اقعد اقول لك كل شويه ده ناخده في موضوع فيما بعد. السيربيلم ده طبعا ليه موضوع لوحده، يعني هو بيكنترول الفولانتري موفمنت. تمام، هو مش مسؤول عن ان يحصل حركه، تمام، هو عارف انت ايه، عامل مساعد. هو السيربيلم ده بيتكون من جزء في النص كده اسمه سنترال فيرمس، وفراشتين في الجنب اسمهم سيربيلر هيمسفير. يا ليجن يضرب الجزء اللي في النص، يا ليجن يضرب الجزء اللي بره. لو ضرب الجزء اللي في النص حاجه اسمها ترانكال اتاكسيا. الترانكال اتاكسيا دي بتضرب المسلز القريبه من الترانك زي الهيب والشولدر. لو ضرب الفراشين اللي في الجنب دول هيدي حاجه اسمها ابسيلاترال اتاكسيا، وهقول لك في محاضره الهيميبليجيا ليه ابسيلاترال ما قلناش مثلا كونترالاترال. تمام، دي ناجلها المحاضره الهيميبليجيا، تمام، عشان يبقى كل حاجه في وقتها. الاكسترا بيراميدال سيستم دي عباره عن شويه نيوكليات جمعوا مع بعض كده وسموهم اكسترا بيراميدال سيستم. زي ما قلت لك في محاضره البيراميدال تراكت او اول كانت تاني محاضره البيراميدال وهي نازله بتطلع من اريا 4 واريا 6. تمام، وشويه بيراميدال وشويه اكسترا بيراميدال نازلين معاهم. واحده بتانيشيت الموفمنت، هي بتبدا الموفمنت، واحده بتعمل كنترول، وهما الاثنين ليهم افكت على الانتيريور هورن سيل والماسل تون والديب ريفلكسز. كل الليله دي كلها بيتعمل لهم انهبيشن عن طريق الاكسترا بيراميدال سيستم. يعني الاكسترا بيراميدال سيستم بتعمل انهبيشن للماسل تون، بتعمل انهبيشن للديب تندون ريفلكسز، بتعمل انهبيشن للانتيريور هورن سيل. فلو حصل ليجن كل ده هيتعكس، الماسل تون هتزيد، هتبقى عندك
انكريز الماسل تون، الريفلكسات هتزيد تبقى هايبرتونيا، وطبعا الانتيهون سيل هتطلع من تحت السيطره فهتدي الاعراض دي. عرض مهم جدا من الناس اللي عندهم اكسترا براميال سيستم ليجن حاجه اسمها involuntary movement. involuntary movement هناخدها المره الجايه. ده عرض اساسي للناس اللي عندهم اكسترا بيراميدال سيستم ليجن، تمام، ما عدا اكسبت الفاسيكيوليشن. واكيد الجمله دي اتقالت لكم. الفاسيكيوليشن تبع الانتيريور هورن سيل، تمام. انتيريور هورن سيل لما يحصل فيها ليجن، عارف انت شبه الرفرفه كده بتاعت العين لما يبقى عينك ما نمتش فتره، يعني فتره طويله تلاقي عينك بتقعد تلف كده، تمام، دي اسمها فاسيكيوليشن، تمام، يعني شبيهه بالفاسيكيوليشن. ولكن الفاسيكيوليشن دي نتيجه الانتيريور هورن سيل بتشتغل على طول، بتشتغل فتره طويله يعني، فبتدي فاسيكيوليشن، تمام. الفاسيكيوليشن طبعا او الانتيريور هورن سيل تبع اللور موتور نيرون مش تبع الاكسترا براميال سيستم. ف كل الفولانتري او كل الانفولانتري موفمنت تبع الاكسترا بيراميدال ما عدا الفاسيكيوليشن تبع الانتيريور هورن سيل. لو مريض نيورو جاي يشتكي لك، هيشتكي لك من ايه؟ يا حاجات سنسوري، يا حاجات موتور، يا حاجات تبع السفنكتر، تمام، او حاجات تانية. ممكن تبقى اتاكسيا، وقلت لك ليمبيك ترانكل اتاكسيا، طبعا بتجيب السي مش بالكي، او انفولانتري موفمنت. الانفولانتري موفمنت دي حاجات تبع الاكسترا بيراميدال او حاجات تبع الكورتكس، زي مثلا الابراكسيا inability to perform complex movement، او ممكن يحصل مثلا irritation في اي اريا زي مثلا sensory جاكسونيان فيتس، موتور جاكسونيان فيتس، الحاجات دي كلها، اليكسيا بقى وافيزيا وكل الكلام ده تبع الكورتكس. ممكن تبقى حاجات تبع الكرينيال نيرفس، وغالبا مش عارف الدكتور شرحها ولا لا، ولكن هناخد الحاجات اللي تخصنا، يعني مثلا في حاجات كده يعني احنا ملناش علاقه بيها قد كده في الكرينيال نيرفس، فهناخد اللي يخصنا فيه، تمام. حاجات تبع increase intracranial tension، ده غالبا في الهيدك. حاجات تبع spinning movement زي الناس اللي عندهم مثلا دوار بحر وكده، تمام. فهو الاغلبيه اللي احنا هنشوفها على مدار الكورس يا موتور يا سنسور يا سفنكتر يا involuntary movement، يا حاجات تبع الكورتكس، تمام. لو شفنا اللور موتور نيرون زي ما قلت لك، نيرفات، ماسلز، روت، كل الكلام ده انتيريور، كل الكلام ده لور موتور نيرون. لو شفنا المصل طبعا تبع اللور موتور نيرون. المرض اللي بيجي فيها اسمه مايوباثي، ضمور العضلات. هو انا مش عارف، هو برضه هو كاتب الحته دي كده وراها على طول، ولكن هو بيقول لك عموما اي سفنكتر بيبقى واخد تغذية من الجنبين، بمعنى يعني لو عندك سفنكتر موجود شمال، هو واخد سبلاي من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال. فاكر انت حتة النيوكليا بتاعت الكرينيال نيرفس؟ نفس الكلام كده. فهو لو حصل ليجن في جنب واحد مش هتدي مانيفستيشن، ولو حصل ليجن في الجنبين هتدي مانيفستيشن، تمام. يعني لو حصل ليجن bilateral pyramidal tract lesion هتدي sphincteric abnormalities. فلو عندك bilateral pyramidal tract lesion هيأثر على السفنكتر، فلازم شرط اساسي عشان يكون عندك sphincteric abnormality لازم يكون عندك bilateral pyramidal tract lesion. لو unilateral pyramidal tract lesion مش هيحصل sphincteric abnormality، تمام. فلو عندك sphincteric abnormality ما ممكن تكون corticospinal. فاكر انت التراكت اللي نازله دي اسمها كانت corticospinal، وكانت طلع منها فروع كده اسمهم كورتيكو بالبر. لو انت مش فاكرها برضو ارجع للفيديو هتلاقيني انا شرحتها على الالستريتور، فتحت كده ورسمت خط وكان طلع منه الافرع دي كورتيكو بالبر. فممكن تكون ليجن او ممكن يكون ليجن كورتيكو سباينال او من الفروع دي كورتيكو بالبر، تمام. ولكن هو لو الليجن ما فيهوش، يعني من ضمن المانيفستيشن بتاعته ما فيهوش ديسفاجيا يعني صعوبه في البلع، تمام. يعني هو لو ما فيهوش ديسفاجيا يبقى كورتيكو سباينال من فوق، ولكن لو في ديسفاجيا كورتيكو بالبر، يعني الكورتيكو بالبر انضربت، تمام. فالضربه دي
اثرت على المريض فبقى عنده ديسفيجيا. فسبب ان عنده ديسفيجيا ان الكورتيكو بالبر انضربت. تمام. ولكن لو هو ما فيهوش ديسفيجيا يبقى الليجن من فوق. تمام، جاي من كورتيكو سباين. تمام، دي نقطة مهمة. يعني المريض لو عنده ديسفيجيا يبقى كورتيكو بالبر، لو ما عندوش يبقى كورتيكو سباينال. تمام كده. لو عنده بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن هيدي سفنكتريك ابنورماليتي، لو ما عندهوش او عنده يونيلاترال بيراميدال تراكت ليجن مفيش سفنكتريك ابنورماليتي. السيمتومز بتاعة المصل الميوباثي طبعا هو بيور موتور، ما فيهوش سنسوري مانيفستيشن ولا سفنكتريك مانيفستيشن. حاجه اسمها جود نيجاتيف. نيجاتيف يعني 2 نيجاتيف، جود سفنكتر ما فيش، يعني السفنكتر كويسه والسنسيشن كويس جود. تمام. ونيجاتيف يعني نو بيور موتور. حاجه مميزه جدا للناس اللي عندهم ميوباثي، عندهم بروكسيمال ماسل ويكنس. تمام، عندهم بروكسيمال ماسل ويكنس، يعني يجي يقول لك كده في الامتحان واحد ما بيعرفش يلبس هدومه. تمام، ده عنده بروكسيمال ماسل ويكنس، يبقى عنده ميوباثي. تحل كذا على بعضها كده عشان هو قال لك ايه، واحد ما بيعرفش يلبس هدومه. تمام. علامة تانية مميزة للميوباثي، الناس اللي بيتسلقوا نفسهم، حاجة اسمها جوار ساين. هو المريض بيتسلق نفسه لو هو قاعد على الأرض كده وخليته يقوم، هو بيتسلق نفسه كأنه بيتسلق، يعني عارف انت كأنه بيتسلق جبل، هو بقى بيتسلق نفسه. اي سيستميك ديزيز لازم يكون سيمتريكال، في سيمترية ما بين الرايت وما بين الليفت، ولازم يكون بايلاترال. تمام، يعني لازم يكون في الجنبين. علامة تانية مميزة، كل الكلام ده على فكرة هنقوله تاني في الميوباثي، ولكن ده هنت سريع بسرعة. علامة تانية مميزة للميوباثي، عندهم ماسل ويستنج او ويكنس في الارم والساي، وعندهم سودو هايبرتروفي، يعني تلاقي الجزء بتاع الكف والدلتويد والجلوتيوس ماسلز دي كلها، يعني الكف والدلتويد والجلوتيوس عندهم منفوخة شوية كده، ولكن ده مش هايبرتروفي، ولكن ده سودو هايبرتروفي، مش هايبرتروفي حقيقي. تمام. الاي ام جي، حته الاي ام جي دي طبعا خاصه بالاي ام جي، تمام، هناخدها فيما بعد. ممكن يكون معاه او مصاحب بيه حاجات سيستميك مانيفستيشن زي الكرياتين فوسفوكاينيز يكون عالي، او حاجات الكوندكتيف بتاعت الهارت فيه مشكله. ما هو كل ده ماسلز. تمام، فهو ممكن الكوندكتيف بتاعت الهارت فيه مشكله. اهم نقطتين او اهم شويه حاجات في الميوباثي دلوقتي، انت الميوباثي ده بايلاترال وسيمتريكال، بروكسيمال ويكنس، الكلام ده مهم. بروكسيمال ماسل ويكنس، المريض بيكلايم هيم سيلف، لاجار ساين. المريض طبعا بايلاترال وسيمتريكال، المريض بيبقى عنده ويستنج في الارم ويستنج في الساي، وسودو هايبرتروفي في الدلتويد والكف والجلوتيوس ماسلز. تمام. حته السفنكتريك ابنورماليتي، المريض لازم يكون عنده بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن. لو عنده يونيلاترال بيراميدال تراكت ليجن مش هتدي سفنكتريك ابنورماليتي. لو عنده سفنكتريك ابنورماليتي فتسال هل هو عنده ديسفيجيا ولا ما عندوش ديسفيجيا، يعني صعوبه في البلع. لو عنده ديسفيجيا يبقى الليجن فيه كورتيكو بالبر، تمام، عشان هو بيغذي البلب. لو ما فيهوش يبقى كورتيكو سباينال. ده بالنسبه لاول نقطه، والميوباثي هنرجع له تاني في درس لوحده. تاني حاجه، احنا خلصنا المصل، في حاجه اسمها مايو نيورال جانكشن. مايو نيورال جانكشن في الاخر كده، يعني قبل ما تدخل على المصل على طول، في موتور اند بليت. الموتور اند بليت دي فيها حويصلات فيها اسيتايل. المفروض الاسيتايل ده بيجيله سيجنال من فوق، فالحويصله دي بتنفجر، بيطلع الاسيتايل بيعدي الجنب التاني، بيرتبط بريسبتور. الريسبتورز دي اسمها نيكوتينيك ريسبتورز. تمام كده. تمام، ده الطبيعي. فهو لما اسمه ايه ده، الاسيتايل بيعدي الجنب التاني وبيرتبط هو مش بيرتبط يعني بيتجوز، يعني هو بيحصل له يعني هو بيروح للجنب التاني للنيكوتينيك ريسبتورز، فبتدي بعد كده ماسل كونتراكشن. فده المسار الطبيعي. في المايو نيورال جانكشن، المايو نيورال جانكشن ده او المايسينيا جريفيز. المايسينيا جريفيز سبب اساسي فيه حاجه مناعيه، امراض مناعيه. تمام، عشان كده تلاقيه بيأثر على الفيميلز اكتر في السن الصغير، عشان الامراض المناعيه عموما مشهوره في الفيميلز اكتر. فهو مرض مناعي، بيكون عنده مرض مناعي. المرض المناعي ده
يعني بيعمل شويه حاجات كده، نهايتهم بيكون البي سيلز. البي سيلز دي بتطلع انتي بوديز، الانتي بوديز دي بتروح تمسك في الريسبتورز اللي هي النيكوتينيك ريسبتور. فبدل ما عمك الاسيتالكولين هو المفروض يمسك في النيكوتينيك ريسبتورز، لا، النيكوتينيك ريسبتورز اتمسكت بانتي بوديز من بتاعه البي سيلز، فاصبحت الريسبتورز دي مقفوله. فيجي يعدي الاسيتالكولين، يعدي جنب التاني عشان يمسك، ما يلاقيش مكان. ولكن خد بالك اسمه ايه ده، في اسيتالكولين اساسا، يعني هو موجود في اسيتالكولين. تمام. يعني الديفكت او المشكله مش في الاسيتالكولين، المشكله في الريسبتورز. الريسبتورز مقفوله. تمام. ولكن الديفكت عندنا ان الريسبتورز مقفوله والاسيتايلكولين موجود. تمام كده. مرض او علامه مميزه جدا للناس اللي عندهم مايسينيا جريفيز، حاجه اسمها فاتيجبل ويكنس. يعني المريض بتاع الصبح كويس، ما هو صاحب الاسيتايلكولين بتاعه موجود، ولكن مع مرور الوقت ولما يبذل مجهود وكونتراكشن في المصل ويبدا يمشي وكده، تلاقي حصل له ويكنس. ليه؟ علشان الاسيتايلكولين خلص. تمام. دي نقطه. تاني نقطه، علامه مميزه ليه برضو، حاجه اسمها ساجنج اوف ماندبل، يعني الفك بتاعه واقع تحت كده، مفيش قوه عضليه ان يعمل كونتراكشن في المسلز. المايونيورال جانكشن او المايسينيا جريفيز طبعا موتور برضه، ما فيهاش سنسوري مانيفستيشن، ما فيهاش سفنكتريك مانيفستيشن. ده بالنسبه لتاني نقطه. تاني نقطه المايسينيا جريفيز. مايسينيا جريفيز فاتيجبل ويكنس. تمام. الريسبتورز اتقفلت. سانج اوف ماندبل، ده اهم نقطتين في المايسينيا جريفيز. البريفر نيرفس. البريفر نيرفس دي ممكن تبقى سنسوري، ممكن تبقى موتور، يعني ممكن تبقى تدي موتور مانيفستيشن او سنسوري مانيفستيشن، ما فيهاش سفنكتريك ابنورماليتي. البريفرال نيرفس حاجة لازم تكون هي سيستميك، لازم تكون بايلاترال، لازم تكون سيمتريكال وبايلاترال. ولكن الحاجة المميزة للبريفر نيرفس افكشن زي البريفر نيوروباثي بيكون عنده ديستال ويكنس. تمام. المايوباثي كان بروكسيمال ويكنس. الحاجات دي مهمة. يعني ايه ديستال ويكنس؟ يعني مثلا يجي يقول لك انا في مشكله، مثلا بيقول لك ايه inability to grasp، مش حاجه مثلا، يعني هو مش عارف يمسك حاجه. تمام. المسكه دي هو عايز جراسب ديستال. تمام. ديستال ويكنس، فهو مش هيعرف يعمل اي حاجه بالديستال او بايده. تمام. دي حاجه ديستال ويكنس. زي ما قلت لك هو مكتوب can't catch anything. تمام. الشبشب بيتقلع من رجليه، ده بسبب ان في ديستال ويكنس. علامه مميزه تانية برضو بيقول لك الديستال ويكنس ده ممكن يطلع لفوق الارم. يعني هو لو مثلا الديستال ويكنس ده عنده في الفور ارم، ممكن يطلع لاباف الالبو جوينت، ولو في اللور لامب ممكن يطلع above الني جوينت. فبدأ يعمل او بيعمل حاجه اسمها inverted champagne bottle، يعني ازازه خمره مقلوبه. في الورق اللي انا هنزله، بس انا نسيت احطها هنا صوره كده، صوره ليها. عارف انت ازازه عاديه اقلبها، ده بيبقى شكل اللور لامب. تمام. يعني تاني البريفر نيرفس او بريفر نيوروباثي حاجات يعني حاجات بتعلمه كده. الديستال ويكنس سيبك بقى اللي هو سيستميك، ما انت عارف السيستميك اللي هو حاجه بايلاترال وسيمتريكال. هو البريفرال نيوروباثي ديستال. تمام. عنده inverted champagne bottle اللي هي ازازه خمره مقلوبه. تمام. طبعا لو في sensory manifestation bilateral symmetrical tingling and numbness. الديسفيجيا اللي هي صعوبه في البلع، انا قلت لك لحد دلوقتي حاجتين بتيجي في البايلاترال بيراميدال تراكت ليجن وبتيجي في المايسينيا جريفيز. تمام. ما قلتش مايسينيا جريفيز تقريبا. وممكن تيجي في المايوسايتس. مايوسايتس بيجي معاها ديسفيجيا، ولكن بيكون بينفول ديسفيجيا عشان ده انفلاميشن في المصل، فبيبقى حاجه بينفول، تيجي تبلع كده تلاقيه بين. واي مرض خاص بالكولاجين ديزيز ده حاجه تبع المناعه شويه، زي سيستميك لوبس اريثيماتوزيس. تمام. ده او دول اسباب الديسفيجيا. تمام كده. الانتيو هورن سيل احنا كده بدانا بدايه اللور موتور نيورون ليجن او اللور موتور نيورون سيستم.
غالبا احنا بنتعامل مع حالات الكرونيك، تمام. لو اكيوت ديزيز بوليومايلايتس تقريبا ما احنا اساسا ما اخدناهوش ولا انتوا اخدتوه البوليومايلايتس، ولكن عايزك تعرف هو لو اكيوت ليجن يبقى فيه فلاسيد ستيج وفيه شوك ستيج، لو كرونيك ما فيهوش الكلام ده. الانتيريور هورن سيل حاجات بتعلمه جدا زي الفاسيكوليشن زي الرفرفه بتاعت العين دي، شبهها كده. وهشوف اوريها لكم برضو فيديو المره الجايه يعني. الفاسيكوليشن دي حاجه بتعلم الانتيريور هورن سيل، يعني حاجه كده اللي هو لو لقيتها في كيس ستادي يبقى على طول انتيريور هورن سيل، تمام. زي ما قلت لك الانتيريور هورن سيل او الاكسترا او الفاسيكوليشن مش تبع الانفلانتري موفمنتس. الانفلانتري موفمنت دي حاجات تبع الاكسترا بيراميدال، والانتيريور هورن سيل مش تبع الاكسترا بيراميدال، يبقى طبيعي الفاسيكوليشن مش تبع الاكسترا بيراميدال. ده رقم واحد، يعني الفاسيكوليشن بتعلم الانتيريور هورن سيل. حاجه تانية اسمها باتش ويكنس، يعني تلاقي ملطشه كده في بعض الاماكن مش واخده حاجه على بعضها. باتش ويكنس ده خاص بالانتيريور هورن سيل. الانتيريور هورن سيل كل اللي بيعلمه فاسيكوليشن، تمام كده. شويه دول مهمين برضه، ولكن المفروض احنا عارفينهم. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الابر موتور نيورون ليجن عندك كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر، احنا عرفنا مكانهم هما الاثنين. لو حصل ليجن اكيوت، تمام، يبقى الاكيوت ستيج اسمها تشوك ستيج، تمام. كل الاكيوت كل الساينز يعني او المانيفستيشنز كلهم بيبقوا شبه اللور موتور نيورون ليجن. ما هو انت عندك الاكيوت ستيج ده بيدخل في التشوك، تمام. هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا يعني شبه اللور موتور نيورون، ما عدا واحده بوزيتيف بابينسكي ساين. ولكن لو حاله كرونيك، هو خلاص كرونيك بقى طبق عليه كل المبادئ اللي احنا قلناها المره اللي فاتت والمره اللي قبلها، يعني هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا. يعني في الاكيوت ستيج هايبوتونيا وهايبر ريفلكسيا كله شبه اللور موتور نيورون ما عدا انه بوزيتيف بابينسكي. الكرونيك ستيج هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، واتكلم براحتك في الحته دي. الكرايتيريا بتاعت البيراميدال تراكت ويكنس، زي ما قلت لك المره اللي فاتت، حاجه اسمها سيلكتيف بيراميدال تراكت ويكنس. يعني هو يعني سيلكتيف، هو بياخد حاجات وبيسيب حاجات. لو بصيت على مريض هيميبليجيا، انا قلت لك المثال ده قبل كده، لو بصيت على مريض هيميبليجيا هتلاقيه واخد ايده عليه، معنى كده ان في سباسيستي في الفليكسورز وويكنس في الاكستنسور، والعكس في اللور لمب، تمام. زي ما قلت لك اهو، البايسبس stronger than triceps، يعني عنده الانتي جرافيتي ماسل سترونجر وويكنس في البرو جرافيتي ماسل، تمام. السنسوري على حسب، ما هو انت لو في الليجن ضرب التراكت وهي نازله مثلا او هي طالعه هيبقى فيه، لو ما فيش يبقى ما فيش، تمام. السفنكتر او السفنكتريك ابنورماليتي، لو بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن هيبقى فيه افكشن، لو يونيلاترال بيراميدال تراكت ليجن ما فيهوش افكشن، تمام. السودو بالبر والبالبر سندروم هنقوله لك دلوقتي، يعني في مقارنه جايه دلوقتي، ولكن عايزك تعرف السودو بالبر، سودو يعني حاجه مش حقيقيه، تمام. عندنا بالبر او اسمه ترو بالبر بولسي، وحاجه اسمها السودو بالبر سندروم. سندروم يعني مجموعه من الاعراض جمعوا بعض كده وسموهم ايه؟ سودو بالبر سندروم، سموهم سندروم. يعني الترو بالبر يعني النيوكلياي هي اللي انضربت، الليجن في النيوكلياي، تمام. السودو بالبر الليجن في البيراميدال تراكت، ولكن لازم تكون بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن، تمام كده. يعني معنى كلامنا ان الترو بالبر بولسي ده حاجه تبع اللور موتور نيرون ليجن، سودو بالبر بولسي او سودو بالبر سيندروم حاجه تبع الابر موتور نيرون ليجن. يعني هتيجي تتكلم هتكلم مقارنه ما بين ابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن، هيتكلم ما بين السودو بالبر والبالبر، هما الاثنين واحد لور موتور نيرون والتاني ابر موتور نيرون، بس كده. عشان لما يجي يقول لك سودو بالبر بولسي هايبوتونيا وهايبورفلكس الكلام ده، انت فاهم؟ طبعا غلط، ما هو هايبوتونيا وهايبورفلكسيا يعني لور موتور نيرون، والسودو بالبر ده ابر موتور نيرون ليجن. البايلاترال بيراميدال تراكت حصل فيهم ليجن، انت فاهمني؟ طبعا كورتيكو بالبر مش كورتيكو سباينال يعني.
النقطة اللي قبل الأخيرة معانا الدرماتومز بتاعة الأبر واللور ليم. بص الدرماتومز كلها يعني سهلة مفيهاش أي حاجة. سي 2 وسي 3 لحد ما توصل اس 2 3 و4 اس 3 و4 و5. بص أنا كل اللي دي كلها حاجات سهلة، ولكن الجزء ده السادل شيبد اريا، الجزء ده مهم علشان الكودا اكواينا ليجن فيما بعد. تمام، اس 3 و4 و5 اللي هو الجزء ده اس 3 و4 و5، الجزء ده هو اللي مهم، الباقي كله عادي مفيش مشكله. تمام، فانت اقراه يعني مش لازم انا هقراهم برضه وانا شرحتهم هقراهم يعني، فانت اقراهم احسن مثل ما انا اقراهم. مقارنه بين السودو بالبر والبلبر. السودو بالبر يعني بايلاترال براندل تاكت ليجن، يعني ابر موتور نيرون ليجن. معنى ان انا قلت لك ده ابر موتور نيرون ليجن يعني عندنا السفنكتر في افكشن عشان بايلاترال، ما فيهوش فاسيكوليشن. الفاسيكوليشن تبع الانتيرو هورن سيل اللي هو الموتور نيرون يعني. الريفلكسات، بص الجو ريفلكس، فارنجال ريفلكس، باتر ريفلكس، كل الريفلكسات معانا زادت في السودو بالبر سندروم. تمام، وحاجات تبع الايموشنال لابيلتي، يعني المريض ممكن يضحك في معزه مثلا او في عزا، يفرح في حاجه، المهم يعني اللخبطه في المشاعر. تمام، يعني احنا تقريبا قلنا نص المقارنه. سودو بالبر سندروم معنى ان في بايلاترال يعني في مشكله في السفنكتر. تمام، معنى ان في برامبل تراكت ليجن يعني في ابر موتور نيرون ليجن. معنى ان في ابر موتور نيرون ليجن يعني الريفلكسات كلها زادت، البلاتر ريفلكس، الفرنجال ريفلكس، والجو ريفلكس، وبيصاحبوا معاه مشاكل في المشاعر او الايموشنز. تمام، دي اول نقطه. الفاسيكوليشن موجوده في السودو بالبر ولا مش موجوده؟ بتكون مش موجوده، بتكون موجوده في الانتيرو هورن سيل افكشن، حاجات خاصه تبع اللور موتور نيرون. تمام كده. عندنا شويه حاجات. التنج، بالنسبه للتنج احنا قلنا المثال ده قبل كده، لو قطعت الميه على بلد الباقي هيدخل في مجال. تمام، فلو جيت قطعت تغذيه للي رايح على مصل معينه هيدخل في ويكنس واتروفي. تمام، فهو تلاقي التنج في البلبر اللي هو لور موتور نيرون اللي هو فيه اساسا مشكله، ممكن تكون مشكله في النيوكليوي او النيرف او اي حاجه. تمام، تلاقيه في اتروفي، في ويكنس جامد. ولكن في التانج هنا تلاقيه سباستيك تانج، مفيش ويكنس في التانج. دي نقطة. تاني نقطة معانا السنيزنج. بيعطس وكده. ليه بيعطس؟ ما هو انت عندك ريفلكسات شغالة. تمام، هنا ما بيعطسش، مفيش سنيزنج. تمام، ليه؟ عشان مفيش ريفلكسات شغالة. فلو دلوقتي انت لو شم حاجة وفي بارتكل مثلا او حاجة دخلت جوه مناخيره او كده، المفروض هيعطس عشان في ريفلكسات شغاله، الدنيا تمام. ولكن لو الدنيا مش تمام الحاجه دي ممكن تدخل وتعمل له اسبيريشن نيومونيا بسبب ان السنيزنج مفيش، بسبب ان الريفلكسات مش موجوده، فاصبح ان في هنا سنيزنج وهنا مفيش. دي نقطه. حته الديسارثريا دي المفروض هما الاثنين سودو بالبر سندروم والبالبر سندروم هما الاثنين فيهم ديسارثريا، ولكن هو يعني في دفعتنا هو قال هنا بريزنت وهنا مفيش، فانا ماليش دعوه يا جماعه والله. هما الاثنين السودو بالبر سندروم اللي هي بايلاترال بلان تاكت ليجن بيبقى فيهم ديسارثريا. تمام، حاجه مثلا زي السلارد سبيتش والسكات سبيتش، ما هم دول ديسارثريا. تمام، بتيجي مثلا في البراميال تراكت ليجن ده ابر موتور نيورون ليجن، وبتبقى موجوده في اللور موتور نيورون ليجن زي المايسينيا جريفيس بيكون فيها سلارد سبيتش، والسلارد سبيتش ده حاجه تبع الديسارثريا، فهم الاثنين المفروض فيهم. ولكن هو قال دي ما فيهاش ودي فيها، فزي ما انتم حابين بقى الحته دي بصراحه. الديسفيجيا اللي هو صعوبه في البلع بتكون موجوده في الاثنين. تمام كده. يبقى سودو بالبر سندروم ده ابر موتور نيورون ليجن، والبلبر ده اللي هو الموتور نيورون ليجن. اتبع قاعده الابر موتور نيورون ليجن في السودو بالبر واللي هو الموتور نيورون ليجن في البلبر. تمام، الريفلكسات بتزيد، هنا الريفلكسات مفيش. حته السنيزنج موجوده في السودو بالبر مش موجوده في البلبر. تمام، الايموشن لابيلتي موجوده في السودو بالبر مش موجوده في البلبر. تمام، دي كل الحكايه. الفاسيكوليشن تبع الانتيريور هورن سيل زي ما قلت لك، هو كان قايل ايه في البالبر سندروم مفيش ديسارثيا ولكن في ديسفونيا، ولكن هو المفروض في ديسارثيا في الاثنين. هو بيقول لك هيحصل اسبيريشن نيومونيا، يعني انت في جزء غريب او بارتكل غريب دخل جسمك. تمام، شميته مثلا او كده،
او اتبلع بالغلط، فممكن يدخل قصبة الهوائية، ممكن يعمل لك اسبريشن نيمونيا وتموت عادي. انت فاهم؟ ده بسبب ان مفيش ريفلكسات، مفيش الريفلكس لو انت حاجة تدخل كده تكح على طول، ده ريفلكس. فهو علشان هو اللور موتور نيورون ليجن مفيش ريفلكسات، فمفيش ريفلكسات هيدخل في نيومونيا علشان مفيش سنيزنج. حته التنج انت في البلبر زي ما قلت لك هو في اتروفي، تمام. في السودو بالبر مفيش اتروفي ولكن في سباستيستي علشان ده ابر موتور نيرون ليجن. كده احنا خلصنا محاضره النهارده. هنبص بس على الحاجات المهمه بس، يعني مش هعيد كل حاجه. فين يا عم البتاع؟ هنا الاكيود، الحته دي مهمه. الليجن في السنترال فيرمس دي مهمه، والسيربيلر هيمسفير مهمه. الانفلانتري موفمنت دي مهمه. إيه، استنى معايا كده. حته الديسفيجيا لازم يكون في بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن، تمام. حته كورتيكو بالبر ولا كورتيكو سباينال، لو في ديسفيجيا ماشي يبقى كورتيكو بالبر، لو ما فيش ديسفيجيا كورتيكو سباينال. اي مرض سيستماتيك ديزيز بايلاترال وسيمتريكال. حته الماوس دي كده هنهدى بعد كده يعني. ماينيوال جانكشن حاجه مهمه فيها او مميزه ليها، فتيجبل ماسل ويكنس، ساينينج اوف ماندبل. اي كيس ستادي يقول لك مثلا مشي فتره وبعدين ريح شويه كده، يعني مثلا ايه، يقول لك بيشتغل طول النهار وجا على اخر اليوم بيقول لك از اند اوف ذا داي حصل كذا، يبقى ده مايسينيا جريفز. بريفرال نيرفيس حاجه مميزه ليها انه ديستال وباياترال، في الميوباثي كان بروكسيمال. انفيرتد شامبين بوتل ازازه خمر مقلوبه، ده بريفرال نيوروباثي. انتيريور سيل حاجه مميزه ليها فاسيكوليشن باتشي ويكنس، تمام كده. انتيريور سيل بتدي فاسيكوليشن، الفاسيكوليشن دي مش تبع الاكسترا بيراميدال سيستم ولكن ده ناتج عن الدينرفيشن اوف انتيريور هورن سيل، تمام. ده اللي هو سيلكتيف بيراميدال ليجن، كل الكلام ده عبيط يعني. الدرماتومز اهم حاجه الحته دي اس 3 و4 و5. السودو بالبر والبلبر، بلبر ده لور موتور نيرون، سودو بالبر ده ابر موتور نيرون. يبقى انت بدل قلت ابر موتور نيرون يبقى انت اخدت ادي واحد معاك، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، ادي خمسه، سته، سبعه، 8 9 حاجات عشان انت قلت ابر موتور نيرون وتعكسهم في الجنب التاني. الاختلاف في الديسارسيا المفروض هما الاثنين فيهم ديسارسيا ولكن هو قال واحده فيها وواحده ما فيهاش، واللي ما فيهاش فيها حاجه اسمها ديسفونيا، تمام. يعني امشوا على كلامه برضه، انا ماليش دعوه. تمام. البلبر زي ما قلت لك في نو ديسارسيا ولكن زيريز ديسفونيا. البلبر سندروم في اسبيريشن نيومونيا علشان ما فيش سنيزنج فبيدخل في اسبيريشن نيومونيا عشان ما فيش ريفلكسات. التانج واحد فيه اتروفي وواحد فيه سباستيستي، اللي فيه سباستيستي ده تبع الابر موتور نيورون ليجن يعني السودو بالبر. يعني الخلاصه في ده كله السودو بالبر ابر موتور نيورون والبلبر لور موتور نيورون. اشوف وشكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.